بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الكلام بالسلام على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة زي ما وعدتكم هعمل لكم فيديو فطام العصفور. العصفور ده اللي شفناه في الفيديو اللي فات لما فقس من البيضة، وشفنا مراحل نموه، وشفنا لما الريش بتاع جسمه اتكون كله واحدة واحدة، وشفنا مراحل النمو بتاعته كلها. ووعدتكم ان هعمل لكم فيديو للفطام بتاعه. ده فيديو الفطام بتاعه، تمام؟ بس لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا سبسكرايب، لايك، شير. وبشكركم جدا 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 على الكومنتات اللي بتكتبوها لي، بتفرحوني فعلا بيها جدا. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي دايما، وما تحرمش منكم أبدا. ويلا بينا عشان نشوف اتفطم ازاي. يلا بينا. نبدأ بسم الله. ادي العصفور بتاعنا الجميل الأبيض ده، ودي الأم اهي، واللبني في أبيض ده الأب زي ما شفنا في الفيديو اللي فات. هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف، وهيظهر معاكم في حرف الآي فوق. بص هنا بتأكله اهي، بترضعه زي ما اتفقنا ان ده لبن العصفور. هي بتاكل وبتهضم وتديله الأكل في بقه مهضوم جاهز اهي. بص بتأكله ازاي في بقه، بصوا. بس الخشبة مش مبينة، بصوا أنا بحاول أجيبها لكم. بصوا وهو وراها مش سايبها. شفتوا البيبي الصغير ازاي بيبقى ورا امه؟ بصوا بصوا وراها ازاي، بصوا. مكان ما تروح هتلاقوه وراها، زي بالظبط البيبي اللي بيبقى ورا امه في كل حته. بصوا مكان ما تروح هتلاقوه وراها، بصوا. والاب هنا دوره برضو مش ملغي يعني، لا الاب هنا للحمايه وبيعلمه الطيران. الاب هو اللي بيعلمه الطيران، وفي نفس الوقت بيحميهم لو في اي حاجه. الاب واقف هنا للحمايه. بس بص مكان ما الام تروح هو وراها. هنا هي بتاكل عشان تعرف تاكل. بص نزل وراها ازاي، بصوا. بصوا مش سايبها، بصوا. فيركب فوق دماغها، عمال ينقر لها في دماغها. يا عم اديها فرصه تاكل يا عم عشان تعرف تاكلها. مفيش. بصوا بصوا ركب فوقيها ازاي. سبحانك يا رب، سبحان الله سبحان الله. بصوا الام ام. لو عصفور غريب استحاله تتحمله بالطريقه دي. بصوا علشان ابنها، بصوا متحملاه. بصوا واقف فوق دماغها ازاي وهي بتاكل. بصوا سبحانك يا رب. وهنا الاب بيزعق له، يقول له سيبها سيبها تاكل، سيبها تاكل عشان تعرف تاكلها. وهو مفيش فايده. وهي كمان بتزعله، بتقول له يا عم سيبني اكل عشان اعرف اكلك. طب انا هجيب لك اكل منين؟ مش لازم اكل انا؟ وهو ابدا بيبي شقي ما بيسمعش الكلام. الاب هنا كمان بيزعق له، يقول له يا حبيبي سيبها سيبها تاكل عشان تعرف تاكلك. وانت يا حاجه خلصي خلصي اكل، مش هتقعدي تاكلي اليوم كله. خلصي يلا. لا وراح ياكل معاها، مع ان في اكله تانية. بصوا في اكله تانية، لا بياكل معاها هنا اهو. في الاخر سابها وراح للاكله التانية، وراح للاكله التانية ياكل منها. وده ابدا فوق راسها. بصوا مش سايبها. بصوا مكان ما تروح وراها، بصوا بصوا. جميل خالص. انا بقضي بالساعات اقعد اتفرج كده على تفاصيل حياتهم، ممتعين جدا. انا عايزه اقول لكم ان العصفوره دي تبقى بنت الاب. العصفوره اللي هي الام دي تبقى بنت الاب. كان في عصفوره تانية جابت العصفوره دي وجابت الثلاث عصافير التانيين، بس ماتت. بعد كده انا دخلت البنت دي على باباها،
دخلتها القفص على باباها. فالعصفورة الأم دي تبقى بنت الأب، والثلاث عصافير التانيين اللي شفتوهم في الفيديو اللي فات برضو ولاد الأب دون وولاد الأم اللي ماتت، كل دول فاقسين عندي أنا، يعني كل دول ولادي. فعلا والله أنا بعتبرهم ولادي. بص هنا هي بتاكل عشان تعرف تأكل. سبحانك يا رب، سبحانك. انا فصلت لكم، كان نفسي تسمعوا الصوت. بصي هنا بتاكلوا ازاي، بصوا بصوا بتاكلوا ازاي، بصوا اهي بتاكلوا في بق، شفتوها؟ شفتوا بتاكلوا ازاي؟ زي ما اتفقنا هو ده لبن العصفور، هي كده تعتبر بترضعه، بس بتاكله شويه وهتسيبه ياكل شويه استعدادا لفطامه، تمهيدا لفطامه. بصوا مش سايبها برضو، بصوا واقف فوق دماغها ازاي، بصوا سبحانك. هنا بقى بدأ هو ياكل اهو، دي جزراية انا كنت حطها لهم، هو بدأ ياكل فيها اهو عشان يبدأ يعتمد على نفسه، وفي نفس الوقت هي بتأكله اهي، شفتوا هي بتأكله شوية وبتسيبه ياكل شوية، زي بالظبط ما احنا بنعمل مع أطفالنا، رضاعة شوية ونأكلهم شوية لغاية لما يتعودوا إن ياكلوا، بس بنبدأ إن احنا نفطمهم. نفس القصة هنا، لأن المفروض العصفور بعد 3 أسابيع ما يقعدش مع الأب والأم، وإلا هيموتوه، لازم نفصلهم بعد 3 أسابيع. برضو في متابعة ليا كتبت لي في كومنت، قالت لي أنا كان عندي عصافير زي كده، وبعد ما العصفور فقس ما كنتش أعرف إن لازم يتفصل بعد 3 أسابيع، فمات، ضربوه ومات، موتوه. ففعلا بعد 3 أسابيع لازم يتفطم وينفصل في قفص لوحده، ما ينفعش يقعد مع الأب والأم. فهنا هو بياكل هو اهو، زي ما شفنا هي بتأكله شوية وبتسيبه هو ياكل شوية تمهيدا للفطام. بصوا سايبينه ازاي بياكل، لو عصفور غريب ما بيسيبوهوش، بيتخانقوا عليه، بيتخانقوا معاه، لكن هم هنا ده ابنهم فسايباه بياكل اهي. دي كانت حتة جزرة وانا حطها له عشان يتعود انه ياكل وعشان يتفطم بعد كده. ولو وصلتوا معايا لغاية هنا اكتبوا لي في الكومنتات بتتابعوني منين، عشان انا بحب قوي اقرا كومنتاتكم، ما بسيبش كومنت ما بقراهوش. وعشان تبقوا عارفين برضو هو لغاية دلوقتي لسه ما ظهرش هو ذكر ولا انتاية، ما بيظهرش دلوقتي، بيظهر يعني ايه قرب البلوغ شوية، يعني لسه. الذكر بتبقى المنقار بتاعه بنعرف منين، الذكر المنقار بتاعه أزرق، حوالين المنقار بتاعه أزرق، النتاية بيبقى حوالين المنقار بتاعها يا إما بني يا إما أبيض، في بيبقى بني وفي بيبقى أبيض. هنا بصوا بقى بدأت إن لأ مش هأكلك، كل أنت.
بصي يقول لها أكليني، رايح عشان يفتح لها بقه أكليني، بتزقه لا كل انت. هنا بقى بدأ ان هو ياكل اهو، ده الحب بتاعه. الأكل بتاعهم عبارة عن إيه؟ الأكل بتاعهم عبارة عن فلارس وبلكم ودنيبة، بمقادير معينة وبخلطة معينة، عشان لو زادت حاجة عن حاجة ممكن تعمل لهم تلييس، يعني يربوا لحم بزيادة، وده غلط على العصافير. فنسب معينة وبمقادير معينة بعمل لهم الخلطة دي للصيف والشتاء. وده قرن فلفل بياكلوا فيها اهو، بيموتوا في حاجة اسمها فلفل حامي، بيحبوا جدا الفلفل الحامي، وهو بياكل من الحب بتاعهم. الحب ده هم بيقزقزوه، عشان كده قبل ما احط الاكل لازم انفخ القشر اللي بيبقى فوق الوش، وبعدين احط لهم اكل جديد. ما ينفعش احط عليه لان ده بيبقى قشر، هم بيقزقزوه، فلازم انفخ القشر ده. طالع لهم اهو يشاركهم، ياكل معاهم منه. بدأ هو ياكل هنا شوية وياكل هنا شوية، كده تمهيد للفطام. هنا دي حتة خيار أنا كنت حطها له. هنا بقى أنا هنقله في القفص كده، خلاص لازم ينفصل عن الأب والأم، عدى عليه 3 أسابيع، لازم ينفصل عن الأب والأم. وبصي الماسكة الصح عشان تمسكي بيها العصفور، الماسكة اللي أنا هوريها لك دي بالظبط، هي الماسكة دي الماسكة الصح للعصفور. وحطيته في قفص لوحده، قعد يوم كامل لوحده في القفص هنا. ليه؟ العصفور اللي أنا هحطه معاه ده الكبير، فلو أنا دخلته على العصفور الكبير، العصفور الكبير هيضربه. لكن لما يبقى القفص هنا بقى، قعد يوم كامل لوحده، وبعد كده دخلت عليه العصفور الكبير. هنا عندهم حتة احترام جدا، ان ده بيتك، انا مش هخش بيتك واضربك جوه بيتك. بس اللي انا برجحه ان العصفور الصغير دون نتاية، لان لو ذكر كانوا ضربوا بعض. هو تقريبا وبالاغلب انه نتاية. بدأوا هم بقى يتصاحبوا على بعض، وبدأوا يتعاملوا مع بعض اهو. بس شكلهم جميل خالص. ما تنسينيش بقى لو عجبك الفيديو سبسكرايب ولايك وشير، وكمان كومنت يفرحني. واوعي تنسي اللايك عشان الفيديو يترفع ويوصل لأكبر عدد ممكن. لايك 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 لايك. ولو عايزيني اعمل لكم فيديوهات زي كده، زي ما اتفقنا كل عصفور يبيض عندي اعمل لكم الفيديوهات دي، اكتبوا لي في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.